نحب تروينا القصة مالتك ولو باختصار إن شاء الله لشفاء المرضى. أنا قبل سنتين تقريبا سنتين أو شوي أكثر من سنتين نعم صابت بالمرض الخبيث. فسافرت للبنان وراجعت تقريبا في الخمس أطباء أفضل الأطباء الموجودين، فقالوا لي أنت واصل مرحلة شبه الميؤوس من عندها يعني. قلت لهم ما يخالف، شنو عندكم علاج؟ قالوا احنا عندنا كل علاج مالك غير أشعة مركزة. اي وهاي الأشعة مكلفة. قلت لهم مو مشكلة. قال لي رادك 8 جلسات كل جلسة $10,000. قلت لهم مو مشكلة. فسويت اخذت 8 جلسات. قالوا انت بعد اذا لك شفاء بعد يرادك 6 جرعات كيماوي تاخذ بالعراق، بس الكيماوي تاخذه منا اشتري امريكي مسلفا، لا تشتري كيماوي مال العراق ما نعترف به احنا. قلت لهم مو مشكله. الحقيقه انا والله العظيم وحق هو قمر بن هاشم انا واثق ما العلاج ما يطيبني، احساس عندي يعني داخل. بس الله سبحانه وتعالى يقول تداووا فاني جعلت لكل داء دواء. قلت خلي اتعالج انا حتى شلون تصير معجزه. المعجزه من بعد ما يعجز الطب. جيت للعراق جبت الجرعه الكيميائيه من هناك، كل جرعه $3,450 الجرعه الواحده. هنا انا قالوا يا هاي ما تتحملها، جسمك ما يتحمل الجرعه. قلت لهم لا انا عندي 5 أطباء لجنه صارت واختاروا هاي اللجنه الجرعه نعم بالكفيل. على مدى 6 أشهر اخذت الجرعات كامله، كملت هذا رحت قلت بعد راح افحص، لان قالوا لي بعد ورا 6 جرعات كل شيء ينتهي. انا عندي بالرئتين بالبدايه وبالحنجره وبراسي منتشر. نعم. فجهه اليسرى كنت ما احس بها يعني، لا عيني لا حلقي لا ايدي لا رجلي، يعني الخلايا كانت على جهه اليمنى. اي صحيح. فمن كمل يشتغل بالعكس. من كملت العلاج مالتي الكيميائي رحت فحصت، سويت فحص عام. قال يابا انت كان عندك بالرئتين وبراسك وبالحنجره. قلت له قال هسه اذا يكون موجودات وانتشر بالعظام. ان شاء الله. اي والله. قال هسه انتشر بالعظام يعني الجلسات والعلاج والاموال كل هذا العلاجات انه انتشر بالعظام وانتشر بالعظام. قلت له يعني هذا حدكم؟ قال لي ايه بس انت ظل استمر على الكيمياء. وقلت له لا هذا اخر جرعه اخذها لو ما اخذنا بس بعد انا تعالجت. قال ايش راح تسوي؟ قلت له انا ما راح اخذ علاج. قال لي هذا انتحار دكتور. قلت له لا هاي بدايه حياتي انا اعرف وين علاجي. الله. التجأت للعباس عليه السلام. سلام الله عليك. بالأربعينية والله العظيم من وصلت للضريح نفس واحد كان باقي، احس النفس راح يطلع ما عندي نفس. الازدحام تجي بعد الأربعينية. صحيح. دخلت قريب للضريح قريب شباك ما قدرت اوصل واختنقت. بس قرأت 4 أبيات على قولة واحد قال انطيني اياها. قلت له والله ما ادري شنو قرأت، انا ما ادري شنو قرأت، بس ادري قرأت 4 أبيات ارتجاليه يم العباس. نخيته بشعر يعني ب4 أبيات نخيته وما اتذكر شنو. وطلعت من طلعت اهلي كانوا واقفين بالباب باب القبله. دخلت من باب القبله. نعم. واقفين. قالت لي ها بشر. قلت لها صرت زين. قالت يعني صرت زين؟ قلت لها لا راح اصير زين، يعني صرت زين من دخل صرت زين يعني بس راح اصير زين. وعلى هذا اليقين طبعا. اي ورا 4 أشهر 5 أشهر رجع النفس مالتي اعتيادي. ما شاء الله. آلام الراس والخدر راح ورجع النفس الاعتيادي. المهم قلت بعد ما افحص، بس لحوا علي بالبيت افحص سوي تحاليل خلينا نتاكد خلينا نرتاح خلينا نطمئن. المهم هاي قبل تقريبا 2 شهر رحت سويت فحوصات عامه نفس الدكتور اللي قال منتشر حتى بالعظام. نعم. باوع على القديمات بوعدني قال هاي قدره الهيه بكل شيء ما اقول لك هاي قدره الهيه وانطاني ما شاء الله. ما شاء الله. فالحمد لله والشكر يعني حقيقه. نعم. يقول اذا جسمك نحل اذا جسمك نحل والالم شل عظاك. إذا جسمك نحل والألم شل عظاك وعجز طب لندن وطب العرب يا فلان. الله. وإذا حسيت ما ظل أي أمل يشفيك وانت بلا أبو لا أم ولا أخوان لا تحتار لا تحتار بشرك عندنا دكتوراه ما واحد تعناه لو رجع حزنان بحر من المعاجز يروي ليل نهار. الكرم عنده سجية والوفا عنوان. ولو يما شفت ميت رجع بيروح ولو يما شفت ميت رجع بيروح. لا تتعجب انت لو حيا الجثمان تريد بليلة وحدة انت تشفى يوم. تعنى الكربلة واقصد قمر عدنا. تعنى الكربلة واقصد قمر عدنا.